مساء الخير. القصة المرة دي هخش فيها على طول. بنت كان اسمها هناء. البنت دي كانت متربية في أسرة، كان أبوها كان راجل موظف بسيط وأمها ست بيت. المهم هي اتعلمت وخدت دبلوم تجارة واشتغلت في أماكن كتير. المهم من ضمن الأماكن اللي اشتغلت فيها اللي هي مصنع حلويات، بتعمل علب شوكولاتة وحاجات بتعملها بشكل جميل، وكانت ناجحه جدا في شغلها وكانت شاطره قوي. طبعا ابوها توفى، وولدت امها هي اللي موجوده. امها مش عايزه منها حاجه، هي عايزاها بس تكون نفسها وخلاص. وقع في طريقها ولد زميلها اسمه وليد. وليد ده بدأ يقول لها بحبك ومش عارف ايه، وهي كبنت برضو في العشرينات. الكلام ده طبعا بيأثر عليها جامد، وهي طبعا ما لهاش تجارب، فوقعت في حبه جامد قوي. حبيته جامد قوي لدرجه انها بقت واقفه جنبه، وبقت بيقول لها ايه، هي بتكسب في اليوم الواحد في الفتره دي بتاع 500 جنيه. الكلام ده كان في في اوائل الالفينات، يعتبر كتير، وكانت بتكسب كويس قوي. قالت له بص، فلوس الشبكه هديها لك، وفلوس العفش انا هديها لك، انا مش عايزه منك حاجه خالص، انا عايزاك انت بس. هو بقى يضحك، بتحبيني للدرجه دي يا هناء؟ قالت له بحبك قوي، وعمري ما حبيت حد غيرك ولا هحب حد غيرك. المهم فضلت وراه تحاول معاه ان هو يتجوزها، لغايه لما وصلت هي سنها دخلت في ال30، دخلت في الثلاثينات. هو بيراوغ من هنا وبيراوغ من هنا. المهم امها قالت لها يا بنتي ده مش هياخدك، ده بيلعب بيكي، شوفي مصلحتك. كان في واحد معاها تاني زميل اسمه محمد، وشايف قصة حبها مع وليد. هو كان بيحبها محمد ده كان شكله أجمل من وليد 100 مرة، بس بيقولوا مراية الحب عامية. هي ما كانتش شايفة محمد ده خالص، شايفاه زميله كويس وكل حاجة وبتعزه كزميل. جه محمد صريحة قال لها بقول لك ايه يا هناء، الواد ده وليد مش عايزك، صدقيني يا بنتي انا بحبك. قالت له طب يا محمد وبعدين؟ قال لها خدي معاه وقفة، يتجوزك يسيبك، وانا عايز اتجوزك. المهم جت لقت نفسها دخلت في 32 33، خلاص الجو السجاده بتسحب من تحت رجليها. قالت له يا وليد عايزني ولا مش عايزني؟ قال لها بصراحه مش عايزك. طبعا كانت صدمه بالنسبه لها جامده قوي. فراحت لمحمد قال لها شفتي انا مش قلت لك؟ المهم جه محمد اللي بقى والدتها كلمها وكتب كتابه عليها. شاءت الظروف ان هي حزنت قوي، فلما حزنت قوي الحزن ده بيجيب المرض. حزنت قوي 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 قوي، بقى يجي لها ادوار انفلونزا ورا برد ورا حاجات، وتروح المستشفى الايطالي وتروح مستشفى. مهم دخل في وسط ما كانت كده، راحت دخلت المستشفى الايطالي، ادوها ادويه كتير قوي. ومهم في النهايه بصوا لقى جالها فشل كلوي قبل ما تتجوز، قبل ما تخش عليه كمان. بدات تتعالج وبدات تغسل. المهم كلى. محمد ما سابهاش، قال لها انا بحبك وانت عارفه. مهم واتجوزها فعلا، وفي وسط ما هي بتغسل كلاوي حملت وجابت بنت سمتها فريدة. فهي بقت حياتها كلها في فريدة، نسيت محمد ونسيت وليد ونسيت الدنيا كلها في مين؟ في فريدة بنتها. بدأت تحب البنت بشكل خرافي. طبعا هي هي واضح ان هي حنينة جدا، وهي والبنت بقت
ما تروحيش من عن عيني، تبقى رايحه الحمام فين، رايحه هنا جايه فين، جايه منين. بقت ملاحقه البنت بشكل خطير لدرجه امها قالت لها يا هناء مش كده، سيبي البنت شيء من الحريه، حرام، انت كده مكتفه البنت تكتيفه فظيعه، حبك قاتل. المهم البنت بدات تكبر، بدات تساعد مامتها تجيب لها كوبايه ميه، بدات البنت بقى ايه، وهو محمد كان كويس جدا معاها، كان بيوديها يعمل معاها الغسيل او يقعد بالبنت لما هي تروح تغسل. المهم لغايه النهارده هي بتغسل برضه، واللي جالها ده اساسه زعلها على وليد اللي ما قدرش حبها ليه كبير قوي. فساعات بناتنا بيغلطوا غلطه كبيره، احنا بنربيهم قوي لدرجه ان هي اول تجربه حب بالنسبه لها بتبقى تجربه معلمه وبتبقى مأثره فيها جامد. وهي لغايه النهارده طبعا هي خلاص عاشت مع محمد وعرفت ان محمد هو مستقبلها، هو جوزها وهو ابو فريده، بس برضه بتحن لايه، لوليد اللي كانت بتحبه. يا عبيطه، ده خلاص واحد باعك، اللي يبيعك بيعيه، ما تشتريش حد بيبيعك. بقول لها ليه بتعملي كده يا هنا؟ قالت لي ده اول حب في حياتي، مش قادره انساه. وجوزها عارف كده، بس جوزها بيحاول ان هو يضمد الجراح، وبيحاول ان هو هي صعبانه عليه، لان هي واضح ان هي حنينه جدا وطيبه، حتى مع محمد جدعه جدا جدا جدا. بس يعني إيه احنا بناتنا مفروض نوعيهم شويه، مش اي حد يقول لك كلمه حلوه يبقى بيحبك، مش اي حد يعني ايه يقع في طريقك وتحس ان هو بيلبي لك رغباتك في، يعني هي طبعا بنت ونفسها تبقى انثى وتبقى ام. فوليد ده كان بيلعب بيها لعب، وياما خد منها فلوس، وياما ابتزها جامد جدا، لغايه لما خدت محمد ده. محمد ده اللي رعاها فعلا واللي كان بيحبها. للاسف البنت في الفتره دي ما بتعرفش مين اللي بيحبها باللي بيكرهها. هي باصه لدوكها وليد ده ان هو امله، هو ولا حاجه. محمد يمكن برقبته، محمد هو اللي نافعها، ولغايه النهارده عايش معاها وعايشه معاه ومعاها بنتها. فهي صعبانه عليا لانها ما عرفتش بقيمه محمد اللي هو زميلها، وده كان زميلها وده كان زميلها، الا لما حست ان وليد بيتهرب منها بيلعب بيها. فلذلك القصه دي بتبين لنا ان الواحد المفروض ياخد باله كويس قوي من الانسان اللي بيحبه فعلا، ولا الانسان اللي بيلعب بمشاعره.